السؤال اللي انت محتاجاه وتناقشنا فيه ومحتاجه تتكلمي احنا فيه. شايفين حضرتك من اول ما احنا اتكلمنا معاك، من اول ما قابلناك، ودايما بتتكلم على المواطن والانسان الغلبان. صحيح. وطبعا ده هدف كل نائب وكل مرشح، ان هو يخدم الانسان البسيط يعني. بس احنا سامعين حضرتك بتعمل العمليه ب 200,000 و300,000، فازاي حضرتك هتبقى نائب وهتحس بالمواطن البسيط؟ بنقول يعني المستوى الدخل والمستوى الدخل مختلف ده تماما محتاج يعني. الناس تفهمه يعني حضرتك في حته والمواطن في حته. والمواطن حقيقه. لا حقيقه، بس انا اشرحها لحضرتك الصوره ازاي. هو المواطن الغلبان مش من حقه ياخد خدمه ب 200,000 وبمليون جنيه؟ ولا هو عشان غلبان مش من حقه ياخد خدمه طبيه؟ هو من حقه ياخد خدمه طبيه زي اي مواطن على الدوله دي، على الارض مصر وفي اي مكان. الامانه الطبيه تتطلب مني ان هو لما يكون معايا اشرح له خطوات العلاج في نوع تدخل كذا وتدخل كذا وتدخل كذا. ده موجود وده موجود وده موجود، ده مميزاته وده مميزاته وده عيوبه ايه. والمريض بيشاركك. انا دايما بقولها للفريق اللي بيشتغل معايا، العلاج ده هو رحله، هي مركب بناخدها مع بعض، انا والمرافق والمريض لازم نبقى مشاركين مع بعض في الاختيار. تمام؟ لازم تعرض عليه حاجات حديثه. انا قلت لحضرتك في الاول الحمد لله اتعلمنا حاجات كتير في السفر، حاجات ممكن تكون شفتها بعينك وبدات تتحرك. احنا نتعلم ان الجراح بيتعلم بعينه قبل ما بايده. تمام؟ نقلنا بفضل الله. انا بشتغل اكتر من 99.9 من شغلي بالقسطره. القسطره التداخليه هي كل يوم فيها جديد. كل يوم انا اطمح ان انا ادخل حاجه ما كانتش موجوده. هو المريض اللي في اوروبا ياخدها ليه واحنا ما ناخدهاش؟ يعني سؤال يا دكتور عثمان، يعني هي نبسطها شويه. ايوه، يعني هل المستلزمات هي اللي غاليه يعني ولا ايه؟ ومش انتوا اللي بتاخدوا الفلوس دي؟ هل ال 200,000 دي هو حضرتك لما تيجي عندي ربنا يحفظك تطلبي خدمه طبيه، هل الخدمه الطبيه احنا قاعدين مع بعض ولا هنروح مستشفى وفي مستلزم طبي وفي فريق طبي وفي رعايه وفي عنايه؟ صح؟ يعني الرقم اللي احنا سامعينه ده مستلزمات ولا عمليه؟ لو طبيا كل ما يعلى الرقم كل ما الجراح ما يعرفش ايه. انا بقول للمريض الخدمه دي كذا، لو انت شوف ليك تامين ليك اي حاجه ليك نفع الدوله انا اجري معاك واخبط على اي باب. ما كانش معايا اي سلطه ولي الفضل بفضل الله مع مجموعه العمل في اسيوط. احنا قاتلنا عشان ندخل مثلا الدعامات المغطاه، اغلى دعامه على وجه الارض لمرضى شريان الاورطي دخلت، واول مريض يدخل التامين الصحي على مستوى الجمهوريه هو مريض اتعمل في اسيوط. احنا قعدنا نقاتل ونحارب لحد ما جيلنا دعم من مكتب رئيس مجلس الوزراء وكان بيتابع معانا خطوه بخطوه. ده نجاح يقعد طول العمر. دي كانت كيس هنا في اسيوط؟ كيس في اسيوط. الدعامه دي كان في وقتها ب 600,000 جنيه وعاملينها في المجاني. هل هو الدكتور عثماني خدها؟ حاليا سعرها يعدي 2,700,000 بعد التعويم. الدعامه اللي كانت برقم اتغيرت. الامانه الطبيه تفرض علي اعرض عليه كل الحلول. ممكن يقول لك انا هتصرف، انا عايز الخدمه دي. هو حقه كانسان يحدد هو عاوز ايه. هو ممكن على فكره يمتلك مليارات يقول لك لا انا مش عاوز كده.